السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي قناة أم جمنة. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غنقدموا فيه واحد الفقاص اللي كيجي ساهل كيوجد بسرعة. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. ندوزو على بركة الله، نبداو بسم الله. عندي هنايا زلافة تاع الزيت نديروها في القصرية، نضيفو عليها نص زلافه تاع سنيده ما يعادل 2 كؤوس تاع سنيده. عندي 6 تاع البيضات، 7 تاع البيضات ان شاء الله. ندوزو بعد ما فقصنا البيض ديالنا غنخلطوا البيض مع سنيده والزيت، تذوب لينا سنيده مع شويه تاع الملح، واحد نص معلقه صغيره تاع الملح، تذوب لينا سنيده والبيض. بعد ما دابت لينا سنيده والبيض غنزيدو واحد 2 معالق كبار تاع النافع، واحد 3 المعالق كبار تاع الجنجلان، وعندنا واحد 5 دراهم تاع الكاوكاو ما يعادل كاس تاع الكاوكاو. تقدروا تعوضوه بكاس تاع اللوز. وعندنا 2 خمارات وفانيا. تقدروا تضيفوا شويه تاع المزهر، انا هنايا ما عنديش. وغتضيفوا واحد المعلقه تاع العسل. وعندي هنايا العسل الزمزمي، تقدروا ديروا العسل الحر. غنضيف واحد المعلقه باش كيعطي لنا واحد اللون في الفقاص وكيتحمر لينا دغيا. واحد المعلقه حتى معلقه ونص كتعطي واحد التحميره زوين، واحد اللون في الفقاص. دابا غنضيفوا فانيلا وغنضيفوا 2 خمارات. دابا غنزيدوا 2 خمارات حمرين، هذه الثانيه، نخدموا هاد السنيده مزيان حتى ما تبقاش الحبيبات ديال السنيده كيبانوا مزيان. تخدموهم بيديكم كيعود الخليط على هاد الشكل هذا. غنضيفوا الدقيق شويه بشويه. عندي انا هنايا كيلو ونص تاع الدقيق، ولكن الدقيق ديما على حسب الخليط. نبقى نكبو بشويه بشويه الدقيق. ديما الحلوى كما شفتوا كنخدموها بالاصابع، ما كندلكوهاش. نبقاو نجمعو.
الفقاص راه كيوجد بسرعه وكيجي ساهل، وكنقطعو كنخليه يبرد واحد 10 دقائق وكنقطعو، ما كنخليه لا يبات لا والو. في نفس الوقت كنقطعو ونحمرو. هانتوما بعد ما تجمعت لينا العجينه ديالنا، هنا هزت لي كيلو ونص تاع الدقيق. هاد المقادير هادو هزوا لي كيلو ونص الدقيق، وديما كنقول لكم الدقيق على حساب الخليط، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. نحاولوا نجمعوا غير بشويه بشويه بلا ما ندلكو. الفقاص ديالنا ما كيبغيش يدلك، شتيها رطبه وباين فيها كاوكاو. تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الكركاع ولا الزبيب، ولا ما كاش متوفر عندكم تقدروا ديروا غير الجنجلان والنافع على حساب اللي متوفر. نكوروا الفقاص ديالنا، غنمسحوا سطح العمل يكون نقي، ونجيبوا العجينه ديالنا. نتوما كيما شفتوا على هذا الشكل تجي العجينه ديالها زوينه، وغنقسموها واحد 4 تاع كرات ولا 5. انا هنا غندير 5. ندير دابا هنايا 5 تاع الباريزيانات. هانتوما دابا غندهن يدي بشويه تاع الزيت، وغنشكل الكرات ديالي. هانتوما كيفاش شفتوا، هانتوما غندير بحال هكا على شكل باريزيانه. انا كنخليهم هنا غلاض، نتوما كيفاش شفتوا باش كيجيني الباريزيانه ديالي غليظه، كيجيني الفقاص ديالي غليظ. الا بغيتو ترققوا باش يجيكم الفقاص رقيق ديروه رقيق. انا كندير على هذا الحجم. نتوما كنتمنى يكون باين لكم تصوير واضح. بقى نحارب بحال هكا تنسالي ساهل. دابا غنجيبو اللاطه اللي غندخلوها للفران، غنفرشوا فيها كاغط وغندهنوها شويه تاع الزيت. وغنهزو الباريزيانات ديالنا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنساليو. هانتوما بعد ما حربلت الباريزيان ديالي، عفوا الفقاص ديالي هي هذاك، دابا غنديروا له شويه بحال هكا، غير شويه نقادوه باش ما يبقاش لينا عوج. دابا غنجيبوا بيضه مع معلقه تاع نيسكافي خوات سريع الذوبان مع شويه تاع الخل، وغندهنوا الفقاص ديالنا وغندخلوه للفران بارد. تندخلوه عاد نشعلوا الفران ونخليوه مده نص ساعه على العافيه مهيله
ان شاء الله ونرجعو نكمل مع بيضه. غندهنو الفقاس ديالنا على هذا الشكل واحد الفرشيطه، ونبقاو نديرو الخطوط بحال هكا على هذا الشكل هذا. نديرو التموجات باش كيعطيني هذاك الشكل الفقاس زوين. هانتوما على هذا الشكل، كنتمنى يكون واضح. هانتوما دابا بعد ما طاب الفقاس ديالنا خرجناه من الفران. هانتوما دابا ان شاء الله غندوزو نقطعوه بشي سكين يكون ماضي، بشي موس يكون ماضي. التقطيعه اللي بغيتو انا كنقطعها بهذا الشكل بالجنب. هانتوما باش تشوفوا الفقاس ديالنا ما كيتهرس ما والو. هذا راه باقي سخون. بنفس الطريقه صافي نبقى نقطع بنفس الطريقه حتى نسالي الفقاس ديالي وندخلو الفران يتحمر ونقلبو الجهه الثانيه. هو شكل نهائي تاع الفقاس ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا بعد ما حمرناه وخرجناه من الفران. شوفوا كيفاش كيجي. السلامه، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. بالصحه والراحه للجميع.